لو سمعت ان واحد بيقرا في الانجيل ده طبيعي، لكن لو عرفت ان واحد بيتمشى جوه الانجيل ده اللي مش طبيعي. وده اللي انت بتشوفه في كنيسة القيامة في ارض الفرح، لان بمجرد دخولك الكنيسة بتقول جملة واحدة: لما ده المنظر على الارض امال السماء عاملة ازاي؟ وتلاقي كل افكارك راحت لسفر الرؤيا والاناجيل الاربعة، لان بتلاقي كل المعجزات قدامك شايفها بعينيك. واول ما تدخل الكنيسة هتلاقيها بتحكي 3 حكايات. الحكاية الاولى من اول محاكمة المسيح لحد الصلب والقيامة، والحكاية التانية كل معجزات السيد المسيح. اما الحكاية التالتة بتلاقيها في الهيكل المسيح الملك. ولما تبدأ تتمشى في الجزء الأول من الكنيسة وتشوف صلاة يسوع في بستان جثيماني وخيانة يهوذا وتسليمه، تحس انك كنت واحد من الواقفين. والمسيح لما خدوه يحاكموه في بلاط بيلاطس لحد مرحلة الجلد اللي بتشوفها قدام عينك كأنك كنت حاضر معاهم. وتشوف المسيح وهو شايل الصليب ويمشي بيه لحد طريق الجلجثة، وتشوف سمعان القيرواني وهو بيرفع معاه الصليب ووشه وهو بيطبع على المنديل، لحد ما تلاقي نفسك واقف جنب يوحنا بتتأمل الحربة وهي في جنبه. ومن الوقت ده انت بتفضل ساكت لحد ما تشوف المسيح وهم منزلينه من على الصليب ويوسف الرامي بيجهز له القبر بتاعه في بستان جثيماني، وتفضل زعلان لحد ما زعلك يتحول لفرح وتشوف مذبح القيامة.